صنف اللاعب أشرف المهديوي لاعب التعاون كثالث أفضل ممرر في بطولة السعودية بعد مرور 9 دورات حتى الآن من منافسة الموسم الجاري، وذلك خلف الكولومبي كوستافو لاعب الشباب. ويعد كويلار أكثر اللاعبين تمريرا في البطولة السعودية برصيد 696 تمريرا، يليه البرتغالي روبن نيفيز لاعب الهلال برصيد 669، ثم أشرف المهديوي في المركز الثالث ب 664 تمريرا. وجاء المهديوي متقدما على العديد من اللاعبين والنجوم البارزين في البطولة السعودية أمثال بروزوفيتش لاعب النصر الذي حل في المركز الرابع، ثم نجم الاتحاد فابينيو، وأيضا نجم الشباب بانيغا. كما تفوق المهديوي أيضا على نغولو كانتي الذي حل في المركز الثامن بقائمة الأكثر تمريرا برصيد 594 تمريرا، ثم نجم الاتفاق هندرسون لاعب ليفربول السابق، يليه نجم الأهلي فرانكيسي. يفكر كوينز بارك رانسرز في التعاقد مع جون يوستاس مدرب بيرمنغهام سيتي المقال بدلا من مدرب غاريت الذي لم يحقق نتائج جيدة مع الفريق خلال بداية الموسم الحالي. وتؤكد تقارير إعلامية بريطانية أن إلياس شاعر في حال تعاقده مع المدرب قد يغير رأيه في الرحيل خلال ميركاتو الشتوي شهر يناير المقبل. وأضافت ذات التقارير أن شاعر كان دائما لاعبا متميزا في كوينز بارك رانسرز وما يزال، وليس من العجيب أن يجذب إليه انتباه عدة أندية مثل ليستر سيتي وأستون فيلا وغيرهما، ومن المرجح أن ترد اللاعب عروض أخرى مطلع العام القادم. وتشير نفس التقارير الإعلامية إلى أنه بالرغم من أن اللاعب شاعر ليس بالمستوى الذي أظهره في المواسم السابقة إلا أنه يزال مهما جدا لفريقه، وبالتأكيد لن يرغب هذا الأخير في خسارته في منتصف الموسم، خاصة إذا كان ما زال يشعر بأنه مهدد بالهبوط. لذلك بالإضافة إلى النظر إلى أن يوستاس كمدرب يمكنه المساعدة في تحسين أداء الفريق، فقد يكون أيضا شخصا يمكنه الاحتفاظ بأفضل لاعبيه مثل شاعر، إذ سيعرف بلا شك كيفية الحصول على أفضل النتائج منه.